محدش يجرب مصر. محدش يجرب مصر. مصر دولة قوية جدا لا تمس. محدش يقدر يعتدي على مصر بشكل مباشر لأسباب كتير جدا جدا، منها إن لديها جيش هو الأقوى في المنطقة ديت. محدش هيقدر. وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة، فهو هيبقى قادر يعملها كل مرة. قسما بالله اللي هيقرب لها لا أشيله من فوق وش الأرض. اللي هيقرب من مصر لا، في هنا ناس تقدر تحمي البلد دي من جوه ومن بره. طب خلي حد بس كده يقرب من حدودنا وانت هتشوفه. اللي عافي محدش ياكل لقمته. هناك ظلم تاريخي وقع على الشعب الفلسطيني لا يمكن أن نشارك فيه. وإحنا في مصر حذرنا من يكون اللي بيتعمل هو محاولة لجعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة عشان يتم تهجير الفلسطينيين. في هنا في منطقتنا أمة لها موقف في هذا الأمر. أمة لها موقف في هذا الأمر. لا تشارك في ظلم. لا تشارك في ظلم. أنا بقولها بمنتهى الوضوح. الحل لهذه القضية هو إيجاد دولة فلسطينية. دي حقوق تاريخية. دي حقوق تاريخية. إذا تركها أهلها فلن يعودوا لها مرة أخرى. عشان كده مصر بتقول إن التهجير بالنسبة لنا احنا خط أحمر. خط أحمر لن نقبل به ولن نسمح به. احنا كنا دايما بنتكلم بهدوء وبحكمة وبصبر وبتعقل، بس ما حدش يتصور أبدا إن ده معناه ضعف أو تهاون. طب خلي حد بس كده يقرب من حدودنا وانت هتشوفه. وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة، فهو هيبقى قادر يعملها كل مرة. محدش يجرب مصر. محدش يجرب مصر. مصر دولة قوية جدا لا تمس. مصر دولة قوية جدا لا تمس. مهم قوي ان احنا لشبابنا وشاباتنا وكل المصريين المعنيين بالموضوع ان هم يبقوا قلقانين. لا، ما تقلقوش، وبفضل الله سبحانه وتعالى زي ما حفظ البلد ديت في 2011 و2013 هيحفظها دائما. اللي هيقرب من مصر لا، في هنا ناس تقدر تحمي البلد دي من جوه ومن بره. قسما بالله اللي هيقرب لها لا أشيله من فوق وش الأرض. محدش يقدر يعتدي على مصر بشكل مباشر لأسباب كتير جدا جدا، منها إن لديها جيش هو الأقوى في المنطقة ديت. محدش هيقدر. أؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري فردا فردا إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث أبدا على حساب مصر. محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها، خاصة لو أشقائها طلبوا إن احنا نبقى موجودين معهم.